ويجب كذلك على المسلمين أن ينشروا دعوة الإسلام لأنهم هم أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فنحن أمة الإجابة، وجميع الناس أمة الدعوة، من كفار، من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وملحدين. واجب على المسلمين دعوة جميع طوائف الكفر إلى الإسلام، ويجب على كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتعبد الله عز وجل ببغض اليهود والنصارى ومعاداتهم وعدم محبتهم وغير ذلك من صور الولاء التي انتشرت في بلاد المسلمين، وغير ذلك مما يجب على المسلمين الشيء الكثير مما يعلمون ومما قد يغفلون عنه، وربما هذا لا يتحقق إلا بتحقيق أمرين: الأول رفع راية الجهاد في وجوه الكافرين لدفع عاديتهم على بلاد المسلمين، والثاني تربية الأمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام الصحيح. فلا تغتر أيها المسلم بكثرة الهالكين، فإن هذا العصر كما قلنا عصر قانون القوة، فلا مجال فيه لأهل الجبن والخور، فاثبت على دينك. فنسأل الله عز وجل أن يعصم المسلمين من عادية الكافرين بسيوفهم وسنانهم وبأفكارهم.